اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. شايفين بقى العظمة اللي قدامكم دي؟ بجد عملنا كيكة بالمانجا، مقادير سهلة وبسيطة خالص، موجودة في كل بيت، مش هتكلفك اي حاجة خالص. تابعوا معايا بقى بإذن الله عشان نعرف الخطوات مع بعض. هنسمي الله بقى ونبدأ في المكونات بتاعتنا. معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، حط عليهم معلقة فانيليا صغيرة ومعلقة خل، وحطيت عليهم نص كوباية سكر، وهديهم ضربة كويسة جدا في الخلاط. هبقى اكتب لكم المكونات باذن الله في صندوق الوصف. بعد ما الخليط بتاعنا اتضرب كويس جدا، هنزل بقى بكوبايه الا ربع زيت وكوبايه الا ربع لبن. طبعا الكوبايه اللي بنعاير بيها السكر واللبن هي اللي بنعاير بيها كل حاجه حتى الدقيق. تمام كده خلاص. هنزلت بالمكونات السائله كلها، اديهم ضربه كويسه جدا مع بعض. انا معايا كوبايه ونص من الدقيق ومعايا كيس بيكنج باودر. بصي المكونات دي كلها في الخلاط، يعني مش هتبهدلي مواعين جنبك ولا اي حاجه خالص. والموضوع سهل وبسيط جدا، يعني مش هتتعبي فيه، وكل المقادير سهله. يعني في ثانيه كده تخشي تعمليه، مش هياخد معاكي اي وقت. يعني ما تستصعبيش حاجه خالص، انا عايزاكي تقومي تنفذي على طول. كده بعد ما ضربته كويس جدا، هنا بقى انا قسمت الخليط بتاع الكيكه بتاعتي على 3 اطباق قد بعض. تمام. ودهنت الطاسه بتاعتي دهنه زيت كده كويسه عشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش. احنا هنسوي الكيكه بتاعتنا على عين البوتاجاز. تمام. خلاص نزلت باول طبق، هدي عليه النار شمعه واغطيه واسيبه كده مع نفسه لحد ما يستوي. تمام. وهنعيد نفس الطبقات اللي احنا عملناها. كده خلاص اول طبقه استوت خالص، انا اختبرتها وطلعت حلوه جدا. شايفين ما شاء الله، واتقلبت معايا بكل سهوله، ما لزقتش ولا اي حاجه خالص. هعمل برضو الطبقة التانية. دهنت الطاسة دهنة زيت برضو، هنزل بالخليط بتاعي، هتغطيه برضو وتسيبيه على نار هادية خالص. اهم حاجة النار تبقى هادية. هنا بقى طلعت كده فحلين مانجا بقى من الفريزر. طبعا كلنا كنا مخزنين مانجا، مش شرط يكون عندك مانجا قطع بقى عشان نعمل كيكة بالمانجا والكلام ده، لا. طلعي كده فحلين من اللي انتي رميهم في الفريزر، اقشرها بقى واخد المانجا. انا عايزه المانجا بتاعتي تبقى بيور، ما فيهاش ميه خالص. كده خلاص المانجا بتاعتي مفيهاش نقطه ميه. جبت بقى جيلاتين كنت جايباه من عند العطار كده، هاخد معلقه جيلاتين كبيره وادوبها في شويه ميه. هقلبه بقى مع الميه كده كويس جدا. هو مش بيدوب حلو، فبحطه في الخلاط اخليه ياخد ضربه كده في الخلاط. ده جيلاتين حلال. تمام. عشان تبقوا عارفين، بتروحي للعطار تقولوا له عايزه جيلاتين حلال، بتجيبي بقى الكميه اللي انت عايزاها. طبعا فايده الجيلاتين دلوقتي عشان نخلي طبقه المانجا بتاعتنا متماسكه وحلوه. كده خلاص انا حطيت الجيلاتين في الخلاط، اديته ضربه، وبعدين نزلت بالمانجا ومعلقتين سكر بس، ما تكتريش سكر. اديهم بقى ضربه كويسه كده. وكده بعد ما ضربتهم بقى خلاص هشيله بقى واحطه في التلاجة. عايزه اقولك بيبقى متماسك وحلو جدا، وانتوا هتشوفوا معايا. دلوقتي خلاص الطبقات الكيكه بتاعتي بقت جاهزه ما شاء الله، كل الطبقات قد بعض. شايفين؟ انت لو عايزه تعملي كيكه كامله وتقطعيها مفيش مشكله، بس انا بحب ايه اقسمها كده الاطباق عشان عايزاها تبقى طبقات متساويه قد بعض. معايا كوبايه من الكريم شانتيه بس اللي هو عليه سكر، مش الخام. ومعايا كوبايه ميه ساقعه متلجه فيها تلج. اهم حاجه الميه بتاعتك تبقى متلجه عشان الكريمه تطلع معاكي متماسكه. هضربهم بقى كويس جدا، تقعدي 10 دقايق كده تضربي فيهم لحد ما الخليط يبقى متماسك معاكي. بس خلي طبعا هي كوبايه كريمه قصادها كوبايه ميه زي ما انا قلت لكم، بس كوبايه الميه ما تبقاش مليانه قوي، لان لما بتبقى مليانه قوي بتخلي الكريمه بتاعتكم مش متماسكه، يعني بتبقى سنه سايله.
هنا بقى خلاص انا الكيكه بتاعتي ما شربتهاش المره دي لان انا طريه وحلوه يعني مش محتاجه. هحط اول طبقه من الكريمه كده واوزعها. بصي كل حاجه موجوده في البيت، انا ما يعني ما خليتش في حاجه تصعب عليكي، يعني تقومي وتنفذي على طول. شايفين؟ واحط كده معلقتين من صوص المانجا بقى اللي احنا عاملينه متماسك جدا ما شاء الله. عايزه اقولك بجد الكيكه دي طلعت منعشه وحلوه جدا. هحط برضو تاني طبقه من الكريمه واوزعها. وهنحط برضو معلقتين كده من صوص المانجا، بجد المانجا بين الطبقات دي بتدي طعم روعه. ودي الطبقة الأخيرة بقى، وهنغلف الكيكة بتاعتنا كلها بالكريمة. ممكن ما تغلفيش الجوانب لو انت مش حابة، تمام. بس انا كده كده الكريمة كانت معايا بالزيادة فانا غلفت الكيكة كلها زي ما تحبي يعني. كده خلاص ما شاء الله انا غلفت الكيكة بتاعتي كلها، سيبها بقى في التلاجة كده ساعة عشان تتماسك شوية مع بعض. كده بعد ما سبتها في التلاجة ساعة كاملة، هحط بقى صوص المانجا بتاعنا بقى اللي احنا عاملينه. شايفين ما شاء الله متماسك وحلو ازاي؟ انا هغلف الكيكة كلها بالمانجا. بجد والله ولا احسن من كده. يعني كيكة عملناها ببطين اتنين، كل المقادير موجودة في البيت وطلعت حاجة عظمة بجد. وبكده بقى اللهم بارك الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين ما شاء الله؟ حاجة كده عظمة بجد. هقطعها معاكم برضه عشان اوريها لكم شكلها من جوه عامل ازاي والطبقات متماسكة ازاي. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك. ويا ريت لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى ما شاء الله الكيكه طلعت طبقات ما شاء الله متماسكه جدا وقد بعض كلهم سوا واحد. وعايزه اقولك الطعم بجد جميل جدا. يعني كده الكيكه بتحطيها كده ببقك بتدوب على طول. شايفين بقى اللهم بارك. اتمنى الفيديو بتاعي ينول اعجابكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا ريت فضلا وليس امرا تشيروا الفيديو. وبكده بقى اسيبكم في رعايه الله وحفظه. دمتم سالمين.